المغربي وصل نصف النهائي وسيصطدم بقوة المنتخب الفرنسي خاصة من الناحية الهجومية ومن ناحية يكون عندهم مشاكل كبار ضد المنتخب الفرنسي. لماذا؟ بينا نشوفوه. يعني أنا نتوقع كل مقابلات لو سجل هدف على المغرب راح نشوف فريق مغربي بمستوى آخر. بمستوى آخر يعني مستوى أفضل ولا أقل؟ لا راح يكون أقل من هذا. أنا صراحة شفت المباراة ولكن مملة شوية المباراة. كرة قدم جميلة. كرة القدم لعب مفتوح. المنتخب المغربي الذي أحدث المفاجأة بإقصائه المنتخب البرتغالي سيواجه المنتخب الفرنسي القوي جدا المدجج بالنجوم وصاحب الإمكانيات الهجومية الكبيرة. المباراة ستكون هجومية أمام الصرامة التكتيكية المغربية. المنتخب البرتغالي يغادر الدوحة بعد الإقصاء أمام المغرب. نشاهد هذا الفيديو لمغادرة حافلة المنتخب البرتغالي صباح اليوم للدوحة عائدين نحو لشبونة البرتغالية. سنتابع الفيديو بعد قليل للمنتخب البرتغالي. ها هو معنا الفيديو. حافلة البرتغال تغادر قطر بعد نهاية المشوار في كأس العالم 2022. أعتقد ذلك ولا أتمنى ذلك بالطبع. قدموا مباراة مبدعة ومباريات رائعة حتى الآن كمنتخب إفريقي وفي دوري إفريقيا لعبوا جيدا ولكن لا أتوقع ذلك أمام فرنسا. بالطبع مفاجئ. الجميع يعتقد أن المغرب فريق جيد ولكن لم يتوقع أحد أن يغلب المغرب على إسبانيا والبرتغال وهذا شيء رائع لإفريقيا والمغرب ولكرة القدم ككل. لم يكن أحد يتوقع وصول أسود الأطلس إلى دور نصف نهائي من كأس العالم بالرغم من فوزهم على المنتخب البلجيكي بثنائية، على المنتخب الكندي بثنائية، تعادل أيضا في المباراة الأولى أمام منتخب كرواتيا، إزاحتهم أيضا لإسبانيا والكرة الشاملة بقيادة المدرب لويس إنريكي، وإزاحتهم أيضا لنجوم المنتخب البرتغالي. المنتخب المغربي وصل نصف النهائي وسيصطدم بقوة المنتخب الفرنسي خاصة من الناحية الهجومية ومن ناحية التنظيم الدفاعي أيضا وأيضا وسط الميدان. سمير حوحو، المغرب أمام فرنسا. مقابلة يعني صعيبة راح تكون خاصة الفريق الفرنسي. نظن أن المفتاح نتاعها هو التسجيل المبكر، وإلا حب يعني بور ديفيروي هذاك لو سيستم دو جو اللي نقولوا بكل صراحة ابليكي انا لتر 4-1 دفاعي افيك ان بلوك يعني طيرة. تقصد أنه لو لن يسجل المنتخب الفرنسي في بداية المواجهة تصعب الأمور؟ تصعب الأمورات وما يقدرش سي با يعني نقول مرة أخرى الفريق الإسباني ولا الفريق يعني البرتغالي اللي تيليميناو من عند المروك ما كانوش سيئين لدرجة يعني وين سي الماروك هو اللي غلق خاصة سو لو بلون ديفونسيف. إلا فيرمي لي زيسباس ما يخليكش تلعب في الانترفال اي سا سي تري ديفيسيل باش توصل لي بوت. الناس بون كانوا المحللين اصحابنا يقول لك يفو اكسيليري لو جو جوستومون لي جوار تاع المغرب يديروا لك ان بريسينغ اللي ما يخليوكش باش بور رالونتير هذيك لاكسيون. ابراهيم تي اوبليجي انت باش تعاود تنقص من لا فيتاس وتعاود تولي اللور يقتلوا لك لاكسيون. دونك يا فيري مزير تقدر يروح الوقت ليكيب برون لا كونفيونس. الفريق المغربي يهز الثقه والفريق المنافس راح يفقد الثقه ويخرج من يعني من التنظيم تاعو، وهذا الشيء اللي ممكن يحدث الفريق الفرنسي. والأمر المثير للاهتمام حسين يحيى هو أن المنتخب المغربي نقولها بكل صراحة لا يكتفي فقط بالدفاع، بل يبني الهجمات من الخلف ويلعب كرة جميلة إن اقتضى الأمر. يعرف متى يلعب كرة ويبني اللعب ويعرف متى يرسل كرات طويلة نحو المهاجم النصيري. لا نعطونهم حقهم، أبهروا تكتيكيا بخطة ثابتة بهجومات مرتدة ناجحة في وسط الميدان، كذلك فني بواحد الثقة اللي ما كناش نستناو فيها. دونك جو بونس كو باش لحقوا سي بوكو بلوس لي كونتر حسين كما قلت. سي سور بيان سور باسكو لا كونستركسيون ولا وي مي يفو ريكونيت باللي هذا المنتخب ما راش في دومي فينال هكذا محال. قوة يعني التكتيك تاع المدرب ينجح فيها. تطبيق انا راح نزيد حاجة على ضد فرنسا. أظن وأعتقد أن
المغرب راح تكون عندهم مشاكل كبار ضد المنتخب الفرنسي. لماذا؟ أولا المنتخب المغربي عنده انكسار، انكسار داخل المنظومة تاعو. الشيء اللي راح يخليني نقول أن المنتخب ما راح يكون قوي تاع المغرب، لأن الإرهاق عنده بوكو جوار بليسي وبوكو جوار لي زون تيرميني. لكن الإرهاق كان أيضا أمام المنتخب البرتغالي، نعم. والإصابة كانت أيضا أمام المنتخب البرتغالي. عندهم 4 أيام يعني، وفاز أيضا. عندهم 4 أيام يرتاحوا فيها. وتروح دو جوار بليسي. واللي جاي المنظومة مبنية أظن على واحد اللاعبين اللي ناجحة من المشوار هو يلعب بها. نشوفوا برك يعني التغييرات ما كانش في المستوى. لما تشوف القائد الفريق مرابط، لا ماشي مرابط، قائد الفريق اللي هو خرج من سايس مدافع سايس، مهم جدا في المنظومه تاع الركراكي اولا. خرج نعم في الدقيقه ربما ال50 لعب، كان بليسي لعب. انا شفت باللي كان بليسي خرج ولم يتغير شيء في الدفاع. نعم ماشي كيما يكون سايس. شفنا يكون سايس واحد الثقه في اللعب، واحد سورتو الشجاعه والخروج، وسان ليدر سان كابيتان. هذه وحده. ثانيا ان الفريق المنتخب الفرنسي عنده لي كاباسيتي اللي ينجم يقابل بها الفريق. وهذه الامكانيات التي سنتحدث عنها وما سيقوم به المدرب ديدييه ديشون من اجل ايقاف الآلة المغربيه في المباراه النصف النهائيه. يعني الفكره بكل بساطه يعني المفروض الفريق نتاع البرتغالي يرجع ويخلي مسافه للفريق المغربي انه يخرج من المنطقه نتاعو. كانت غلطه هذا. انا نقول كان المفروض على الاقل كان ممكن يفكر فيها وكان يستعملها. يعني اختيار استراتيجي. كان المفروض يخلي مساحه نتاع 50-60 متر للفريق المغربي باش يخرج من المنطقه نتاعو وياخذوا بمرتدات ويستغل الاسباس اللي خليه الفريق المغربي ويمشي له في ليزيسباس. لان الركراكي يبين مع اسبانيا وبين مع كرواتيا وبين مع البرتغال الاستراتيجيه نتاعو. سيد كناوي كنا ما نفهمش ان فريق لعب 90 دقيقه ضد اسبانيا بانت قوته اللي تي بون في الانترسبسيون. يعني لما يكون مقابل للكره الدفاع لعبوا جانب دفاعي، مقابل للكره كانوا اقوياء في الخروج يعني الخروج بور الانترسبسيون. هذا المدافعين لازم الاستراتيجيه تتغير. كيف تتغير؟ المفروض البرتغال نجرب كيف نلعب في ظهر المدافعين. باش نلعب في ظهر المدافعين لازم نجلب المدافعين، نخلي لهم مساحه. المساحه هذيك راح يستغلها الفريق المغربي. انا نرجع وراء نفتح مساحه ونلعب في ظهر المدافعين عكس الاسبان. انا هذه اللي توقعتها انه راح يغير من الاستراتيجيه. للاسف خيبك المدرب فرناندو سانتوش. انا اقول اختيار هذه الاستراتيجيه كانت غلط. نعم. يعني انا نتنبأ صعوبات كبيره راح يلقى الفريق الفرنسي، ماشي يعني من لاكاليتي ما كانش ولا مي كما رانا نشوف هنا سور لو بلان تاكتيك لا ديسبوزيسيون رجوع يعني زياش وبوفال لا ديسيبلين تاكتيك تضييق يعني لي زيسباس سافا اتر ديفيسيل بور ليكيب دو فرانس. اني قلت لك يعني ابراهيم انا المفتاح هو التسجيل مبكر للفريق الفرنسي، وان اراد يسهل المهمه ليه، لانه ولا ما سجلش مع مرور الوقت راح تصعب له المهمه. يعني انا متاكد ابراهيم باللي الفريق البرتغالي درس مليح المقابله تاع الفريق المغربي مع الاسباني اكيد، وكان عنده الحلول على الورق بيان سور، ولكن تنفيذ الحلول في التيران سي نوتر بير دو مونش سي ديفيسيل. تصطدم بالامر الواقع من بعد. يا با ديسباس، ما عندكش ما بور اكسيليراسيون. دونك علاش قلت لك الفريق الفرنسي يعني وإلا كان والحظ كان في كرة قدم يكون مع شويه حظ يسجل مبكرا ممكن تغير المعطيات. لكي جت المفاجاه مع اسبانيا صراحه كانت مفاجاه. كنا ننتظر ممكن طريقه ثانيه يلعب بها الركراكي، فجأنا بهذه الطريقه ونجح بها. البرتغال عارف انه الفريق المغربي راح يلعب بالطريقه هذه. سكي اللي شفناه مع الفريق البرتغالي وما شفناش مع اسبانيا على الفريق المغربي، كان يخرج بسرعه. الانتقال الترانزيسيون كانت تندار بسرعه، ومش كل مره ممكن يخرج مره في ال5 دقائق، ولكن كل مره يخرج كان يدير ينجح فيها. على هذا السبب هذه واش تخلق لك؟ هذه تعطيك اريحيه من الجانب البدني، مش كل مره تخرج.
اذا كان كل مره تروح كونتر اتاك راح تعب اللاعبين تاعك هجوميا، من بعد الدور الدفاعي راح يصعب عليهم. لهذا السبب ما يخرج الا اذا كانت فرصه شاف انه لازم يخرجوا. سعيد كان في الخرجات هذو سجلوا بها هدف ونجحوا. نعم، هي سلسة التكتيكية تلقى المنتخب المغربي كيوريوزيتي. هذه الحالة، هذا الاحتمال مازال ما شفناش في الدورة. حبينا نشوفوه. يعني انا نتوقع كل مقابلات لو سجل هدف على المغرب راح نشوف فريق مغربي بمستوى اخر. بمستوى اخر يعني مستوى افضل ولا اقل؟ لا راح يكون اقل السبب احنا نعرف انه بور ديتروير، يعني باش تكسر، باش تدافع سهله باش تبني وتروح تسجل اهداف صعبه. راح تفتح مساحات يعني في ظهر المدافعين، والمساحات هذيك راح تستغلها الفريق. رغم سعيد عندهم كاليتي سور لي كوتي، يعني زياس وبوفال مزراوي ايضا. احنا نلعب نصف نهائي، رانا نلعب نصف نهائي كاس عالم، ورانا نلعب ضد احسن فريق في العالم لو ديتونتور هي فرنسا. راح نلعب ضد لاعبين كبار على الاطراف اللي هو ديمبيلي ومبابي. هذه كلهم حسابات. ومهاجم قوي جدا بالراس، ويلعب بالراس والقدم في الكرات الهوائيه عندما يدور بالكره وراه في الفورمه. حابين نشوفوا الاحتمال ابراهيم، مازال ما شفناش منذ بدايه الدوره هذه، ما تلقاش. معليش سمير حوي، اذا كان هذا الاحتمال هو تلقي المنتخب المغربي لهدف باش نشوفوا كرة جميلة ومباراة جميلة، مرحبا بكل الاحتمالات، المهم نشوفوا مباراة جميلة. نشوفوا ردة فعل بوكو بلوس، ردة فعل ومباراة جميلة. هذا هو الصراحة تعبنا من هذا. أنا صراحة شفت المباراة ولكن مملة شوية المباراة. كرة قدم جميلة، كرة القدم لعب مفتوح. شفنا صربيا كرواتيا، شفنا الإنجليز، شفنا فرنسا. يعني كرواتيا سول ماتش داروا مليح في لدينا صورة لمفاتيح لاعب المنتخب. Click here for more video. Hey, click. Come on. Click. Come on, bro. Done? Thank you.